نصيحة من قلبي لكل ست بتسمعني: خلي بيتك جنة، مش بس بالمكان لكن بروحك وحنانك وصبرك. وخليك انت كمان جنة، حضن دافي وملجأ للأمان والسكينة. الراجل اللي معاكي محتاج يرتاح، محتاج يحس لما يرجع بيته إنه راجع لمكان بيحبه وبيلاقي فيه راحته، مش بيهرب منه. محتاجك تبقي هدوءه بعد تعب اليوم، وصوتك يبقى الأحن بعد كل الضجة. تبقي الوش البشوش اللي بيطمن له وبيلاقي فيه راحته. مش بنقول ما تزعليش أو ما تغضبيش، ازعلي وخدي جنب وعبري عن غضبك، لكن لما يكون في حاجة تستاهل، مش على كل صغيرة وكبيرة. أنا مش بقول إنك تهملي نفسك أو تسكتي عن حقك، أنا بقول اختاري معاركك وحافظي على بيتك من الانهيار بالصوت العالي والنكد المستمر اللي ملوش لازمة. الراجل مهما كبر بيحتاج حد يحتويه، بيحتاج يتحب ويتطبطب عليه زي الطفل اللي محتاج حضن أمه. خليه يلاقي معاكي فرصة يحكي ويفضفض ويرتاح. خليكي حنونة وحكيمة في إدارة بيتك وقلبك. خليكي ذكية، تعرفي إمتى تسكتي وإمتى تتكلمي، وإزاي توصلي اللي جواكي من غير وجع دماغ. جوزك مش عدوك، ده أقرب حد ليكي. وبلاش العند بيهد البيوت، ويا محلى البيوت اللي فيها حب وهدوء. بيوت فيها ست واعية قلبها كبير وعينها دايما على بيتها، مش على غلطات اللي حواليها.